شوفوا هكا والله. أقدم مسلحون تابعون لحركة مسينا حركة تحرير الفلان المتحالفة مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين اليوم الأربعاء على إحراق شاحنات مغربية كانت في طريقها لتزويد مالي بالمواد الغذائية والمؤن. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن 6 شاحنات مغربية على الأقل أحرقها مقاتلو الحركة المتشددة على المحور الطرقي الرابط بين الحدود الموريتانية والعاصمة باماكو، في خطوة يبدو الهدف منها تعزيز حصار المدن المالية ومنع توريد المواد الاستهلاكية والمؤن المستوردة عبر موانئ موريتانيا والسنغال، وكذلك القادمة برا من المغرب عبر الأراضي الموريتانية. الله أكبر. يلا الحمد لله رب العالمين. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها صحفي موريتاني يقيم في منطقة الحدود وناشطون قيام مسلحي حركة مسينا بإضرام النار وسط تكبير وتهليل وإطلاق نار على مخزن الوقود لهذه الشاحنات المغربية في بلدة جمجومة قبل إضرام النار فيها. هادو حلقونا ودار الرئيس كنا راجعين مار شارعين وما يديروا فينا.